تخيل انك شخص عايش قبل القرن 19 وحد من قرايبك حصل له عدوى بكتيرية في اي طرف من اطرافه، وكان القرار الطبي في الوقت ده ان الجزء ده من الجسم محتاج ان هو يتقطع او يتعمل له بتر علشان ما يعديش الجزء اللي جنبه. قريبك ده نايم على ترابيزة العمليات، متربط من ايديه ورجليه من كل حتة، عينه مفتحة ومفنجلة وواعي بكل حاجة وكل لحظة بتحصل حواليه. وخليني اقول لك انه الجراح اللي شغال عليه او مجازا الجزار اللي شغال عليه بدأ انه يقطع الجزء المطلوب وهو صاحي، وانت كل امنيتك في الحياة في اللحظة دي انه قريبك ده من كتر الصريخ والصويت يفقد الوعي عشان ما يحسش باللي عمال بيحصل له. اللي قلته لك من شوية ده كان مفهوم العملية الجراحية لأي حد بتتعمل له أي عملية قبل القرن 19، لحد ما حصلت حاجة غيرت مفهومنا كله. أنا رامي وتعالى أقول لك اللي فيها. قبل القرن 19 الألم ده كان يعتبر جزء من أي عملية جراحية. الجراح الشاطر هو اللي كان يقدر يخلص العملية في أسرع وقت ممكن، اللي كان يقدر إنه يعمل بتر للطرف في أقل من دقيقة. ما كانش بقى فيه ولا جوانتي معقم ولا تخدير، هم حبة الكحول يحطهم على الجرح وحتة عصاية عشان العيان يقعد يعض فيها، وفي أحسن الأحوال يعني حد يبقى واقف جنبك من قرايبك عمال بيدعيلك إن يغمى عليك أو تفقد الوعي عشان ما تحسش بالحاجات اللي هتحصل بعد كده. لدرجة انه مئات من الناس كانوا بيفضلوا ان هم يموتوا ولا انهم يعملوا عملية جراحية، والناس اللي عاشوا ومروا بظرف من الظروف دي فاكرين كل لحظة من لحظات العملية وما قدروش ينسوها لحد ما ماتوا. العلماء في الوقت ده جربوا كل حاجة ممكنة بحيث ان هم يقدروا يغيبوا من المريض عن الوعي، لدرجة في منهم اللي كان بيدي للمريض شوية كحول علشان يشرب ويسكر وما يبقاش فايق ولا يحس باللي بيحصل له، ولكن ما كانش له اي تأثير. والنبغة اللي يقول لك احنا نخبط المريض على نافوخه او على دماغه لحد ما يحصل له تربلة في دماغه ويغمى عليه وما يبقاش دريان بأي حاجة بتحصل في الوقت ده، وربي وربك يسهلها بعد ما نخلص العملية بقى يبقى يفوق ازاي بقى، يكون جاله بقى نزيف، حصل له اي حاجة مش مهم، المهم نعمله العملية اللي احنا عايزين نعملها. ولكن في الفترة دي في حاجتين جذبوا انتباه العلماء، وهم غاز أكسيد النيتروجين أو ما يسمى وقتها بغاز الضحك، وسائل تاني كانت ريحته مسكرة، ولما كنت بتشم الريحة دي كان بيحصل لك نوع من الدوخة وخمول في الجسم، وكان السائل ده اسمه الإيثر. بس في الوقت ده محدش ربط بين إن هم ممكن يستخدموا الإيثر ده أو غاز الضحك في إن هم يستخدموه للمرضى اللي بيتم عليهم إجراء أي عمليات جراحية. لحد ما تيجي سنة 1842 ويجي طبيب أمريكي اسمه كراوفورد لونج ويستخدم مادة الإيثر دي في إن هو يشممها العيان قبل ما يعمل إزالة لورم كان موجود في الرقبة، والمفاجأة إن العملية تتم بدون أي ألم تماما خلال وقت العملية. يجي بعده بسنتين طبيب أسنان اسمه هوراس ويلز ويستخدم غاز الضحك ده في إن هو يخلع بيه أسنان المريض، واللي نجح بالفعل في إنه يقلل من إحساس المريض بالألم، ولكن ما خلاش المريض ما يحسش بالألم بشكل كامل. بعدها بسنتين تانيين سنة 1846 يجي طبيب أمريكي تاني اسمه ويليام مورتون ويقرر إنه يعمل عملية جراحية تانية لمريض باستخدام السائل أو البخار اللي بيطلع من الإيثر ده، فالعيان ينام خالص من قبل العملية لحد آخر العملية وتتم العملية بدون أي ألم خالص. وقتها أحد الدكاترة الكبار اللي كان حاضر العملية دي واسمه جون وارن يبص للدكاترة الصغيرين اللي كانوا واقفين وراه ويقول لهم Gentlemen, this is not humbug، واللي معناها بالبلدي يعني إن المكنة اشتغلت وجابت قماش. الخبر ينتشر في كل مكان، مستشفيات أوروبا كلها تبدأ تستخدم الإيثر في العمليات، إزالة أورام بقى، تصليح فات، عمليات ولادة وغيرها. الموضوع مش بس أثر على المرضى واداهم أمل وحول أوضة العمليات المخيفة لأوضة مليانة كلها أمل إنه المريض هيعمل عملية بدون أي ألم تماما وهيخرج منها سليم. لأ، ده الموضوع فرق كمان مع الدكاترة جدا. تخيل كده إنك بتعمل عملية المريض وإنت مربطه وهو عمال يزعق ويرزع في كل مكان وماسك عصاية عمال بيعض فيها، وواحد جنبه عمال بيدعي إن هو يفقد الوعي ولا يحصل أي حاجة. موضوع غير آدمي تماما. ولكن الدنيا تمشي سكينة في الحلاوة بقى؟ لأ.
لو تاخد بالك احنا بنتكلم على وقت ما كانوش لسه اخترعوا الكهرباء في الوقت ده، فكانت الطريقة الوحيدة ان هم يضيئوا اوضة العمليات ان هم يا اما يعملوا عملية في ضوء النهار يا اما يستخدموا الشمع علشان ينور الأوضة. طب والكلام ده فيه ايه يعني؟ لا، المشكلة انه الايثر ده عبارة عن كحول جنب النار، فبالتالي انت ولعت في الأوضة بتاعة العمليات. ولكن في الوقت ده احنا وصلنا لمكسب مهم جدا عايزين نحافظ عليه. احنا فهمنا مفهوم التخدير، هو عبارة عن مادة بتديها للعيان تنيمه وتخليه ما يحسش بالألم، وبعد فترة صغيرة يبتدي ان هو يصحى من النوم. فالعلماء ابتدأوا من هم يشتغلوا تاني يدوروا على مواد تانية لحد ما وصلوا لمادة تانية كان اسمها الكلوروفورم، واللي كان ليها نفس تأثير الإيثر ولكن غير قابلة للاشتعال. عارف انت لما تكون عايز تشهر منتج اليومين دول تروح لواحد انفلونسر تديله قرشين او تديله وجبة وتخليه ان هو يجرب الاكلة يجرب المنتج ويطلع يقول كلمتين حلوين ويتشقلب ويتنطط، وبعد كده الناس تبتدي ان هي تجيب المنتج ده بناء على الراجل اللي بيريكومند الحاجة دي ليهم. ده نفس اللي حصل تقريبا سنة 1853 ولكن بشكل بدائي شوية. كانت الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا في الوقت ده كانت حامل على وشك الولادة، وكان القرار الطبي في الوقت ده ان هم يجربوا معاها مادة الكلوروفورم، وبالفعل استخدموا المادة دي والملكة فيكتوريا ولدت بدون اي ألم بدون اي complications او مضاعفات. فالخبر ينتشر في كل مكان على وجه الكرة الأرضية انه في مادة اسمها الكلوروفورم ممكن نستخدمها في أوضة العمليات وتعمل تخدير تماما للعيان، وبالتالي الموضوع انتشر في كل مكان. كل اللي قلته لك قبل كده ده كان عن اكتشاف التخدير، ولكن خليني اقول لك بشكل بسيط جدا التخدير ده بيشتغل ازاي او المخدر ده بيشتغل ازاي. المخدر هو عبارة عن مادة كيميائية انت لما بتاخدها سواء عن طريق النفس او عن طريق دواء انت هتبلعه او عن طريق الوريد. المادة الكيميائية دي بتروح لمستقبلات الألم اللي موجودة في الجسم، وبعضها بيروح لمستقبلات الذاكرة كمان في المخ، وتبتدي ان هي تقفل المستقبلات دي بشكل جزئي او بشكل كلي، فبالتالي بتدخل العيان في حالة خمول ويبتدي ان هو ينام يفقد الوعي تماما، وبعد فترة لما يبتدي ان هو يصحى ولا يحس بألم ولا يفتكر اي حاجة حصلت اثناء العملية. ودلوقتي من كتر ما بقى التخدير فيه مواد كتيرة ومختلفة وحاجات ممكن تستخدمها مع مرضى القلب وحاجات ما ينفعش مع مرضى الكلى وحاجات محتاج انك تستخدمها تاخد بالك من التنفس بتاع العيان محتاج تركب له انبوب التنفس، وحاجات تانية لا ممكن العيان يحافظ على التنفس بتاعه بشكل عادي. فبقى فيه مواد كتير مختلفة واصبح التخدير علم طبي قائم بذاته ومش سهل ابدا. التخدير مش بس قدر انه يغير حاجات كتيرة في الطب، ولكنه قدر انه يغير علاقة المريض بالألم. دلوقتي بقينا قادرين نتدخل جراحيا في اماكن ما كناش نحلم ان احنا نقدر نوصل لها، او نعمل عمليات ما كناش نحلم ان احنا نقدر نعملها بسبب التخدير. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب عشان اقولك اللي فيها. سلام.